السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده. وتحياتي للمشاهدين الاعزاء داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. تنقول لكم شكرا للتعليق ديالكم، شكرا لللايكات ديالكم، شكرا للدعم ديالكم للقناه ديالي. تنقول لكم الله يكبر بكم كما تتكبروا بينا ودخلوا عندنا، وداك الله يكبر بكم كاع اللي شاهد ودار شي تعليق زوين ودار شي لايك ودار المهم كاع الحاجه اللي درتوها على قبلنا. تنقول لكم شكرا لكم. كما شفتوا اخوتي وخواتاتي الحسن وحفصه بحال شي عرسان ما شاء الله عليكم. البيض واتاكم وبالصحه والراحه، والبوفي تبارك الله اللي درتي غزال وكل شيء زوين. وتنقول لام حليمه ولا العريسات ما شاء الله عليكم. الصراحه انا تنعتذر الصراحه اللي كنت حتى انا واخده واحد الفكره شويه من جهتهم، ولكن انا يعني بان لي فرق كبير من التعامل ديالهم مع حفصه والفرحه اللي داروا لحفصه. غير ديك الهضره اللي اي واحد تيقولها، يعني راه مستغلينها ولا راه دايرين ليها ولا راه فاعلين ليها ولا راه تيطلعوا القناه غير على ظهرها ولا يعني ولكن بان لي يعني هذه الفرحه كما حتى هي فرحانه. يا ربي كمل عليهم بخير هادشي اللي كاين، واللي بغى شي حاجه الله يوصلوا ليها ما شاء الله. يعني كل شيء داز زوين، كل شيء واحد الفرحه باينه في عينيهم. هاد الناس باينه في عينيهم. انا الصراحه كنت نتابعهم حتى انا شحال هذه من البدايه ديالهم، ولكن ملي بنادم تيقول ويهضر بزاف د الحوايج تهضروا على هاد الناس، ولكن اش غنقول؟ الله ياخذ الحق وصافي. الحاجه اللي ما تكونش بنادم ما خصش بنادم يقولها. ولكن انا تنشوف بان هاد الانسان هادي ماشي تيحتقروها ولا كما تيقولوا لا راه تيطلعوا عليها القناه ولا تيجمعوا عليها الفلوس ولا. احنا شفنا دابا على عينينا يعني هاد الاحتفال اللي هادشي غير البدايه، هادشي غير البدايه. يعني تبارك الله ما شاء الله الفرحه اللي فرحين كاملين من الصغير للكبير، واحد الفرحه ما تصورش. يعني الفرحه باينه في عينيهم. البوفي تبارك الله داكشي غزال، يعني اللي تمناه اي نفيسه دير هادشي. صراحه شي حاجه اللي زوينه، يعني حتى هما فرحوا بها، اهتموا بها، قدروها، احترموها. يعني داروا لها داكشي يعني اللي راه اللي ديروا لها امها اللي ولدتها، راه دارتوا لها ام حليمه وداروا لها العريسات. الصراحه هذه كلمه يعني غنقولوها ما فيها لا هذه لا هذه. راه بنادم باين الفرحه اللي فرحوا ديك الاموره الصغيره راه ما تصوروش اخوتي المشاهدين. الصراحه يعني داك الحب راه انسان باين، ماشي تمثيل ولا راه تيديروا. الصراحه شي حاجه اللي زوينه الصراحه. تنقول لهم ما شاء الله عليهم والله يخليهم دائما الفوق وعندهم ما يعطيو. الصراحه راه كانت من شحال هذه تتعجبنا ديك اللمه ديالهم وداك كيما بزاف د الناس تعجبهم، حيت هاد اللمه راه صعيب، راه قليل تلقى عايش. يعني دابا تتلقى الدار بالعريسات وبالعكوزه وبهذا، راه شي حاجه اللي صعيبه. كلها والده، هذه والده وهذه والده، يعني ماشي راه شي حاجه اللي قليله في المجتمع اللي بقات في هذه اللحظه هذه. يعني هادشي كان شحال هذه، هما دابا قليل اللي داك راه تينوضوا كل الله يعاونوا كلها بوحدهم. ولكن تنقول لهم صحتكم وراحتكم، وتتمثلوا الصراحه اسره مغربيه، تتمثلوا شي حاجه اللي زوينه تتشرف البلاد ديالنا. بين العروسه والعجوزه، وبين العروسه والويسات ديالها، وبين العروسه وعيالات الويسات ديالها. يعني واحد الاسره اللي يعني ما شاء الله. تنقول لهم بالصحه والراحه. وحفصه جيتي روعه، جيتي تبارك الله ما شاء الله. ولا انت لا السي الحسن لا البنيته ديالكم واخا ما بانتش. غير المهم سميتو كلشي تبارك الله غزال وكلشي زوين. نقول لك الله يكمل عليك بخير. وحنا فرحنا لك واحد الحاجه، اولا اللي تفكيتي على خير، وملي نطي على رجليك ووقفتي على سلامتك، والحمد لله. الله يجعلها الله يدومها عليكم فرحه. هادشي اللي غنقول لكم. احنا تنبقاو منتقدين وتنشوفوا، يعني تنبقاو من حقنا نقدروا نلوموكم ديروا شي خطا، نقدروا نقول لكم هذيك الحاجه ما خصهاش، يعني نقدروا ننتقدوكم عليها. درتوا شي حاجه زوين غنخرجوا نشكروكم ونهضروا في حقكم ونقولوا برافو لكم، صفقوا لكم. هادشي حتى انا عجبني بزاف الصراحه. ملي شفت هاد الفرحه اللي داروا الحفصه، ملي شفت هاد البوفي تبارك الله اللي غزال ما شاء الله، داكشي متول وداكشي على حقه وطريقه وداكشي زوين وداكشي. يعني الصراحه عجبني الحال. عجبني الحال ملي فرحوا بها، عجبني الحال ملي قدروها واحترموها وداوها البلاصه اللي هي زوينه. يعني واحد الكلينيك اللي تبارك الله زوين ومعروف عليه، يعني شي حاجه اللي
اللي تبارك الله ما شاء الله روعه، اللي ما تيمشي ليه تبارك الله يعني اللي تبارك الله عنده راه ماشي اي كلينيك، يعني راه خسروا عليها. واخا يطلعوا له نقولوا طلعوا فيديوهات ولا يصوروا فلوس ولا شي، داكشي شغلهم صحتهم هذاك، يعني لقينا قنتهم راه من زمان تتصور لهم فلوس صحيحه ماشي عاد دابا. هذا هو الاهم. يعني عجبنا الحال ملي اهتموا بحفصه وداروا لها هادشي كله، يعني ماشي حقروها ولا داوها اي كنينيك ولا زعما شي حاجه اللي عاديه ولا هما المهم غير يطلعوا الفلوس، لا داروا لها داكشي اللي تيديروا نقولوا اللي تيديروا اليوتيوبرز المشهورين، يعني شي حاجه اللي زوينه تنقولوا لها بالصحه والراحه. وهي غير يتيمه اللي داروها لها تستاهل. دائما مسكينه حاسه بالحقره، دائما تتقول لك بهذه الطريقه يعني ما نسالكمش الخير. يعني واخا هما راه واجب عليهم الراجل ديالها وحباب راجلها وراه تبارك الله عندهم واجب عليهم يديروا لها، راه عائلتها راه تتسمى عائلتها حبابها، تهضر تتقول لهم ما نسالكمش هذا الخير دائما، يعني دايره بان راه دايرين فيها خير. تنقول لك حفصه بصحتك وراحتك وتستاهلي كل خير. وفين عاوتاني راه تيوجدوا، يعني كما شفنا في قنوات اخرين، لا في قنوات الولد محسن ولا في قناه اخرى عاوتاني فاطمه الزهراء، يعني راه تيوجدوا لها البورماش وتيوجدوا يعني الضيافه تبارك الله. دابا 7 ايام كلها ولا 15 يوم الدنيا راه داخله خارجه، وفين كيا السبوع. المهم تنقول لهم الصحه والراحه والحمد لله غير ملي تفكات، حيت راه دازت عليها الصراحه، دازت عليها بزاف، راه الله يحسن العوان. الحمد لله على سلامتها، والمهم ملي تفكات على خير هذا هو الاهم. ونقول لها مبروك عليها والف مبروك، والحمد لله شافت حتى مهمتها بخير وعلى خير، وجات مهمتها وفرحات معاها، وحتى هي فرحات معاها ونضت. هذه هي اللي تنتمناو لجميع كاع اللي بغات شي حاجه الله يكمل عليها بخير. جميع النفيسه اللي كانت حامله مسكينه وتفكات على خير، تنقول لهم الله يكمل عليهم بخير. كاع اي وحده اللي بغات شي حاجه الله يوصلوا ليها يا رب العالمين. هادشي اللي بغينا، هادشي تيعجبنا بحال هادشي، والله خوتي اللي تيعجبنا هادشي. شنو اللي تيضرنا؟ تصدرنا المعاطيه اللي تينوضوا يتعاطاو، هذا هو اللي تيضرنا خاطرنا. ما تنبغيوش حنا معروفين الاسره المغربيه راه هادشي باش معروفه، يعني بالفرحه وبهذا. اما داك المعاطيه بيناتهم ولا داك الكراهه ولا داك الحسد ولا حفل ليا نحفل لك، راه هادشي ما بغيناش. والصراحه في هذه الاسره هذه ما كاينش خوت بعضياتهم متحانين كما شفتوا، جمعوا بيناتهم الحسن لخوهم الفلوس، شفتوا الفرحه اللي دايرين الحفصه. يعني هادشي اللي بغينا الصراحه. تيشرفوا اسره مغربيه الصراحه، يعني اسره مغربيه في البلدان الاخرين، هذا تيعطيو مثال زوين ليها. حنا ما تنبغيوش تنوض البنت لم تعاير مع بنتها ولا البنت مع امها ولا الخو مع اخوه، ولا تيضرنا الخاطر، ولا الولد مع امه، ولا راه تيضرنا خاطرنا. وهادشي راه حنا هادشي معروف علينا، وتندافعوا على هاد الناس اللي يكونوا بحال هادشي يعني مظلومين. الولد تيبقى يعطي لمو مسكينه، لمو في هذاك ويبقى يعطيها، ولا البنت بقى تعطي لمها، هادشي اللي ما تيعجبناش. اما بحال هادشي محتفلين بعضياتهم وتيتباغاو بعضياتهم وتيفرحوا لبعضياتهم كما تنشوفوا. هاتيتيش ها فاطمه الزهراء بنتهم، ها هما فرحين كلهم فرحين للحفصه الصراحه، يعني ما دايرينش الفرق بيناتهم، يعني مهتمين بها وفرحين ليها. راه هادشي اللي تيعجبنا المشاهدين العزاز، هادشي اللي كاين. هذا هو اللي هذا هو انا تنقول لكم هذه هي الاسره المغربيه. اما راه فين عمرنا شفنا حنايا كان الولد يتعاير مع امه ولا البنت تتعاطى مع امها؟ فين عمرنا شفنا هادشي؟ راه عاد شفنا هاد الفضيحه هذه. اما حنا تنعرفوا الاسره هي هذه، يعني تلقى الخوت خوت تيطيحوا بعضياتهم، والوالدين تيبقاو على روسنا وعينينا. هادشي اللي كاين المشاهدين العزاز. وتنقول لكم شكرا لكم، وتنقول للعائله المحبوبه باقا تنقولها لهم، تنقول لهم ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم، والف مبروك عليكم بنيته ايه. يلا خليتكم على خير وبسلامه عليكم.